ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم البنات إن شاء الله غادي نشارك معكم بريوش اللي كيجي قطني. المقادير ديالو غير بسيطة، ديروه كمشروع أو ديروه للوليدات ديالكم وديروه في المجمد كيبقى عندكم الوقت اللي بغيتوه كتجبدوه. تابعوا الفيديو إلى الآخر وما تبخلوش عليا بلايك ديالكم بالمشاركة ديالكم اللي كتحفزني بزاف. البنات اللي انضموا للقناة مرحبا بكم اختي والف مرحبا. اشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله. كنتمنى تحبوني كما انا كنحبكم، واي وصفه ناجحه كنبغي نشاركها معكم، والله يجعلها محبه دائما بيناتنا يا ربي. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. كما كتشوفوا معايا البنات غادي نخلطوا في نفس الوقت غادي نذكر معكم المقادير. كما تشوفوا معايا عندي كيلو ديال الدقيق ديال الفورص البنات، غنضيف عليه كاس لاروب ديال السكر، قياس كاس العنبه ما يعادل 118 غرام ديال السكر. عندي 8 غرام ديال خميره الحلويات، وعندي ساشيه ديال الباني، وعندي الخميره الفوريه 2 معالق ما يعادل 34 غرام ديال الخميره. صافي وغادي نخلط. غادي ندير واحد القبيصه ديال الملحه، وعندي الزبده البنات ما نديرهاش دابا حتى نخلط هذا الخليط ديالي. الزبده البنات عندي 47 غرام ديال الزبده، يعني 2 معالق عامرين ديال الزبده. عندي بيضه اللي غادي ندير في هاد البريوش، وغادي نخلط بالماء، يعني غادي نضيف 2 كيسان ديال الماء وغادي نبدا نخلط. وصافي كما شفتوا معايا انا ضفت 2 كيسان ديال الماء وغادي نبدا نخلط، وغادي نقول لكم الماء شحال دخلت فيها ديال الماء. صافي دابا غادي نزيد الكاس الثالث ديال الماء بالقياس البنات راه بالكاس ديال العنبه. صافي دابا ملي يعني جمعتها، يعني 3 الكيسان البنات اللي قدوني في هاد البريوش 3 كيسان ديال الماء. صافي غادي نحط العجينه ديالي على الرخامه وكنبقى ندلك فيها بحال هكا كما شفتوا معايا البنات. وغادي ندير الزبده البنات ضروري تكون بحراره الدرجه ديال المطبخ، وكتبقاو تدلكوا بحال هكا حتى كتدخل لكم هذيك الزبده في العجينه ديالكم. صافي غادي نجيب النكهه ديال الليمون، كان عليا نديرها في الاول ولكن انا نسيتها البنات. كانت عندكم النكهه ديروها، كان عندكم القشر ديال الحامض الليمون الحامض ديروه، يعني كيعطيكم باش تنكهوا هاد البريوش ديالكم. وصافي بقيت كندلك فيها. نتوما القوام ديالها كيفاش كيكون، راه العجينه ديالكم كتكون يعني كتولي عاطي داك يعني طابقه داك النشويات ديالها، وكتولي دايره داك الخيط. صافي وكنقطعها، يعني كنجيب هذيك يعني السكين او شي حاجه بحال هكا باش تقطعوها، وغادي نقطعها على شكل كويرات. ما كنخليوها لا تختمر لا والو البنات، ما غنخليش هاد البريوش ديالي كيختمر من الاول. غادي نشكلو. صافي وغادي نجيب الميزان فاش غادي نعبر يعني هاد الكويرات هادو. كما كتشوفوا معايا غادي نخدم الميزان وغادي نعبر، يعني فيها 16 غرام، يعني كل وحده الوزن ديالها 16 غرام. وكما قلت لكم البنات راه كيعطي واحد الكميه وفيره. كما كتشوفوا معايا هاد الكيلو خرجت منه 29 حبه ديال البريوش. كما قلت لكم البنات اللي بغاو يديروا كمشروع راه مربح وفيه الدخل مزيان يعني. صافي كناخذ واحد الكويره بحال هكا كنحشي فيها لداخل الشوكولاط، يعني واحد القطعه ديال الشوكولاط، وكنسد عليها وكندهن اللاطه ديالي بالزيت. ولا ما كان الا كان عندكم الورق ديال الطبخ كتفرشوا ليها الورق ديال الطبخ. غادي ان شاء الله نستمر بحال هكا حتى غادي نكمل يعني هاد العجينه اللي عندي كامله، وغادي ندخلها للفران وغادي نسد عليها. والفران راه طافيه البنات، غادي نسد عليها حتى تختمر ليا العجينه ديالي، وحتى كتختمر مزيان يعني وكتنفخ. كتحسوا بدوك الكويرات يعني البريوش ديالكم تنفخ واختمر. صافي كما تشوفوا معايا راني كملت، هانتوما راني كملت وبقات لي هاد الكميه هذه حتى هي حتى غادي نشكلها ان شاء الله وحدها. كما كتشوفوا معايا كنجيب البيض اللي واحد البيضه اللي كندير معاها معلقه ديال الخل باش ما كيبقاش هذيك الرائحه ديال البيض. وصافي وكندهن هاد البريوش ديالي. صافي كما شفتوا معايا راه كندهن وتنعاود كندهن من الفوق باش يعني كيشد ليا داك البيض في البريوش. صافي وراني الفران راني شعلته البنات راه سخن يعني. وهاد يعني ما كدهنوه بالبيضه البنات حتى كيختمر لكم البريوش ديالكم وكتبغيو طيبوه عاد باش كتدهنوه بالبيض.
صافي غادي ندخلو للفران، غادي يطيب ليا وكتنقصوا عليه العافيه مزيان باش ما يتحرقش لكم. وصافي وغادي ان شاء الله ندوز للشكل الثاني ان شاء الله ديال البريوش. كناخذ هاد الكويره نفس الشكل البنات، نفس الطريقه اللي درت يعني البريوش اللي درت في اللاطه، غادي ان شاء الله نديرو في هذا المول هذا كما كتشوفوا معايا. كناخذ هاد يعني هاد الشوكولاط وكنديرو حشوه من داخل وكنسد عليه العجينه وغادي نحط في هذا المول. غادي نستمر بحال هكا حتى غنكمل هاد العجينه اللي عندي كامله كما شفتوا معايا، وغادي ندهنها حتى هي بالبيض. خليتها حتى هي حتى اختمرت وغادي ندهنها بالبيض وكندخلها يعني الفران حتى هي كطيب. وكتنقصوا العافيه بزاف البنات، يعني قلت لكم نقصوا العافيه باش ما يتحرقش لكم وكيطيب على خاطر خاطرو وكيتنفخ. صافي ملي غنكملوا غادي ندخلوا الفران حتى هو يطيب ورجعوا مع الشكل النهائي ديالو ان شاء الله. ها هو الشكل النهائي ديال البنات ديال البريوش ديالنا ملي طاب. دهنته بالعسل او دهنوه بالمربى وكترشيت فوق منه الكوك، كيجي على هذا الشكل هذا وكيجي قطني. انتم البنات كيفاش كيجي، راه كيجي واحد يعني واحد العجينه ديالو ناجحه كما كنقول لكم. ان شاء الله تجربوه ويصدق لكم لوليداتكم او كمشروع ديروه يعني يكون فيها كدخل. وكنتمنى الى عجبكم الاقتراح ديالي ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم بالمشاركه ديالكم اللي كتحفزني. واحد الكومونتير البنات باش ان شاء الله تشجعوني ونبقى ان شاء الله نعطيكم المزيد والمزيد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.